لو عايز تزود قوة أعصابك وتثبت نفسك في التمرين والحياة، فاعرف إن الموضوع مش عضلات بس، ده كمان جهاز عصبي قوي. أول حاجة لازم تفهم إن الأعصاب هي اللي بتحرك العضلات، وكل ما جهازك العصبي يبقى أقوى، كل ما قوتك الحقيقية تزيد، حتى لو حجم عضلتك ما تغيرش. من أهم الطرق لزيادة قوة الأعصاب هي تمارين القوة التقيلة، خصوصاً الرفعات الأساسية زي السكوات والديد ليفت والبنش بريس. دي بتعلم المخ يتواصل مع العضلة بشكل أسرع وأقوى. كمان الراحة والنوم الكفاية مهمين جداً، لأن الجهاز العصبي بيتعب، وزي ما العضلة بتحتاج راحة، أعصابك كمان محتاجة تسترجع قوتها. ومن الحاجات اللي بتقوي الأعصاب فعلاً هي التدرب على التكنيك الصحيح، لأن الحركة الدقيقة بتخلي الإشارات العصبية أسرع وأكتر كفاءة. ما ننساش الأكل الغني بالمغنيسيوم وفيتامينات بي، دي عناصر مهمة جداً لوظائف الأعصاب. وأخيراً، قلل التوتر، لأن الضغط النفسي هو العدو الأول لقوة الأعصاب. لو ركزت على النقاط دي، هتشوف فرق ضخم في قوتك وثباتك وأدائك. ولو عايز تعرف أسرار أكتر، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.